ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بقى اكل صحي بقى وكده، والناس اللي بتعمل دايت تخش تتفرج على الفيديو ده على طول. تمام. معايا بطاطس، هبتدي ان انا اقشرها. تمام. وهبتدي ان انا اقطعها، مش بطاطس رفيعه ومش تخينه اللي هي متوسطه، لا دي تخينه قوي. تمام. او قسمت البطاطسايه نصين، وبصوا تخنها قد ايه، حلوه جدا. ولو عندك بيبي بقى ديت بتبقى خطيرة. تمام. قطعت الكمية اللي معايا وبدأت ان انا غسلتها كويس قوي. دلوقتي هصفيها من المية نهائي، مش لازم يبقى فيها نقطة مية. تمام. هبتدي ان انا اخبطها كده على اساس ان هي لو فيها مية تنزل، وسبتها ان هي لما تنزل المية اللي فيها كلها. وبدأت ان انا اجيب صينية مش دهناها اي حاجة، هحط شوية ملح بسيط مع شوية زيت بسيط برضو مش كتير، وابتدي اقلبهم في بعض. تمام. وهرص البطاطس بتاعتي في الصينية وادخلها تحت الشواية. تمام كده، لذيذة جدا، خطيرة جدا، مش هتبطلي تعمليها حتى لو انت ما بتعمليش دايت. تمام كده. هبتدي بقى ان انا ارصها كويس قوي في الصينية واحطها تحت الشواية. دلوقتي انا معايا بانيه، هقطع عليه بصلايه كده صغننه، ممكن تعمليها في الكبة، ممكن تبشريها، ممكن تقطعيها زي انا قلت. دي بصلايه صغننه يعني مش تاخد معايا ثانية. قطعتها وخلصتها، وابتدي بقى ان انا احط التوابل بتاعتي. التوابل بسيطة جدا جدا. هحط شوية بصل بودر، شوية توم بودر، شوية بابريكا، شوية كزبرة، فلفل اسود، ملح، ومش هنحط حاجة تاني. تمام. هبتدي بقى ان انا اقلبها كويس قوي وادخل المكونات ديت في بعض. انا مش هحط فيها اي مادة سايلة. اهي البطاطس بتاعتنا طلعت، عملت لها بقى صوص كده اللي هو الكاتشب. بصوا هي مش دايت قوي قوي يعني، الكاتشب دوت ممكن تستغني عنه، بس يعني هي الكاتشب بتدي طعم حلو قوي للبطاطس. هبتدي ان انا هحط عليها الكاتشب كده كلها وادخلها تاني تحت الشوايه، هي ثانيتين بالظبط. تمام. دلوقتي معايا جريل، هحط عليه شويه زيت، مش هحط زيت تاني خالص يعني، هما دول وانا مش هحط تاني خالص. تمام. هبتدي بقى ان انا انزل بالفراخ بتاعتي بعد ما طبعا الزيت استوى، سوري سخن، معلش بقى عشان لسه صاحيه من النوم كده ومهيسه شويتين. هبتدي بقى ان انا احط شويه تاني شويه. هبتدي ان انا احط البانيه بتاعي. تمام. بس هصفيه من البصل كويس قوي عشان البصل ما يتحرقش معايا. وكل شويه كده هبص عليه من تحت واقلبه. تمام، لحد ما يحمر معانا ويبقى البانيه بتاعنا استوى وزي الفل. تمام كده. هبتدي بقى ان انا كل شويه اقلب، والمكان اللي يفضى ممكن احط واحده تانية، او لما احس ان هي يعني كشت شويتين كده هحط واحده. بصي بعمل ايه، على قد الكميه اللي انت عايزاها. انا كان معايا طبق نص كيلو، حطيته اهو. بصوا طلع معانا خطير، يا رب يعجبكم وتجربوه. كان معاكم في اخر الفيديو زينب من قناه احلام بسيطه، والى اللقاء في فيديو جديد.